هام في وجبات الكلاب. وقبل ما نبدأ الفيديو علشان يوصلك كل جديد اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. لو مربي كلب أو بتفكر تربي كلب لازم تعرف حاجات مهمة في طريقة إطعام كلبك والوجبات الرئيسية وغيرها عشان تحافظ على كلبك سليم وخالي من الأمراض. لازم تراعي إن التنوع في الأكل بيدي الكلب ما يحتاجه من الفيتامينات والبروتينات والنشويات اللي محتاجها في حياته. نلخص كلامنا في بعض النقاط عشان نسهل عليكم. الطعام المطبوخ بلاش ني عشان البكتيريا. اللحوم والدواجن مطبوخة بدون عظام. العظم ممنوع عشان بيقطع أمعاء الكلب. طبيخ الكلاب بدون توابل ولا بصل ولا توم. البيض مطبوخ مش ني. المكرونة أو الرز المطبوخ والعيش عشان النشويات مهمة جدا. سمك السلمون لما يحتويه على عنصر الأوميجا 3 المهم جدا. الخضروات المطبوخة الجزر، الكوسة، البطاطس بدون قشر، البروكلي عشان الكلب يستفيد من الفيتامينات. الفواكه التفاح، البطيخ، الموز، الفراولة بكميات قليلة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وكومنت وشير لحد يهمه الأمر.